عايزك دلوقتي تتخيل نفسك. السلام عليكم. انت دلوقتي بتتفرج على قناة همام افندي وحلقة بعنوان جرعة امل، علشان اكتر حد فعليا في الدولة دلوقتي محتاج الامل وحاجة تحفيزية هم طلاب الثانوية العامة. فانا عملت لهم فيديو قصير لمدة دقيقتين عن النصائح الذهبية لطلاب الثانوية. يلا بينا نشوفه. اهلا بكم مسا همام 2014 والنصائح الخمسة الذهبية لطلاب الثانوية. النصيحة الأولى: رضا ربنا سبحانه وتعالى عنك ورضا الوالدين. دي حاجة مهمة جدا 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 عشان تحس بالراحة النفسية الكبيرة وتقدر تعمل اللي انت عايزه. رقم 2: خليك دايما واثق في حالك وانك انت فعليا حاربت مليون حيوان منوي عشان توصل للحياة، وقاومت حاجات كتيرة مرت بحياتك انت بس عارف بيها، مريت وحاجات اصعب من كده وديك بتعدي، فخليك واثق في نفسك. رقم 3: سيب عنك التوتر، لانه في المرحله وفي الوقت ده عامل بالظبط زي سلم كهربائي بياخدك لورا مش بياخدك لقدام، فدي حاجه وحشه جدا. ودايما اتعود امتى تقول لا لحاجات بتاخد من وقتك كتير على حاجه انت بتضيع وقتك وخلاص. اتعلم امتى تقول لا. النصيحه رقم 4: ذاكر بطريقه المهندس اللي هو فاهم المنهج اصلا فيه ايه. وليكن هنمسك ماده زي الفيزياء، هفردها اشوف هي كام باب وكل باب فيه كام درس وكل درس ايه الحاجه المهمه فيه. امسك كل ماده مده ساعتين بس واعمل خريطه لنفسك كراجل مهندس فاهم الماده اصلا فيها ايه والخطوط العريضه اللي فيها. ما تبقاش عامل زي عامل او اخصائي او ايا كان بياخد خطوه بخطوه وانت مش فاهم التوتال او المجمل فيه ايه. رقم 5 وده الاهم: لو عايز تشحن طاقتك، لو حاسس بالملل، لو حاسس بالتوتر، لو خايف من بكره في ايه، لو مرتبك، لو عايز حاجه تحفزك، سيبك خالص من كل التنميه البشريه وغمض عينيك مده 30 ثانيه زي ما عملنا، وتخيل فرحه اهلك بيك والفرحه المطلقه وانك جاي طاير بجناحاتك وجايب معاك النتيجه بتاعتك. اتمنى اشوفكم دايما. وجودك على القناه دلوقتي والفيديو اللي فات ده ما كانش صدفه، اكيد انت جيت علشان كانت في رساله موجهه ليك انت شخصيا، واكيد لمستك هتستفاد منها وتبدا تشتغل على نفسك خطوه ورا خطوه ورا خطوه. لو انت دكتور وفعليا نفسك وخلاص متحمس، يافطه صغيره واكتب حجه الدكتور فلان او المهندس فلان، الصيدليه فلانه. اكتب حلمك واللي انت عايز توصل له على باب اوضتك. هات البلطو بتاع الدكتور وخليه معاك، هات المسطره بتاعت المهندس وخليها جنبك، هات ادوات اثريه لو نفسك تبقى مثلا مدرس دراسات او ايا كان، هات الحاجات اللي تحفزك وتحمسك ودايما خليها في اوضتك. اتمنى يكون الفيديو افاد الناس كتيره فيكم باذن الله. لو انت مش في الثانويه يعني حاجه حلوه لو انت بعته لحد تبعك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله دايما في حاجات كتيره ودايما للافضل مع همام كله في التمام. السلام عليكم. للناس اللي هتدخل طب لو انا لمستك في حاجه الكشف ببلاش يا باشا، مش هقول حاجه ثانيه، في زراير تحت كتير. سلام.